فقط بجوج المكونات غادي تحضروا حلوه لذيذه هاد العيد ان شاء الله. حلوه كتجي معلكه ولذيذه بزاف بزاف. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. غادي نبداو الحلوه ديالنا بجوج ديال البيضات، وغادي نضيف عليهم كأس ديال السكر سنيده، ونفس العبر ديال السكر خاص يكون ديال الزيت. صافي هنا غادي نخلط المكونات مع بعضها. صافي هنا استعملت يدي باش نعرف القوام اللي بغيت. الحلوى المغربيه ضروري ما تستعمل فيها يدك. صافي هنا ملي داب ليا السكر مع الزيت، غادي نضيف عليه معلقه ديال ماء الزهر، وغادي نخلطو مع المكونات. صافي هنا الكاس اللي عبرنا به السكر والزيت غادي نعبرو به السنيده. كيف ما كتشوفوا غادي نبدا نخلطها مع المكونات. وبنفس الكاس غادي نضيف الكوكو او جوز الهند، وغادي نخلطو مع المكونات. هنا كيف ما كتشوفوا الحلوى ديالي باقا ما تجمعاتش، غادي نضيف لها نص كاس ديال السنيده، وغادي نزيد نص كاس ديال الكوكو كيف ما كتشوفوا، وغادي نبدا نخلط حتى نحصل على القوام اللي بغيت. كيف ما كتشوفوا الحلوى ديالنا خصها تبقى على هذا القوام هذا، ومن الاحسن تخليوها واحد 10 دقائق ترتاح حتى تشد في راسها. صافي هنا من بعد ما خليتها ترتاح واحد 10 دقائق، كيف ما كتشوفوها هي بدات كتشكل معنا. صافي هنا غادي نبدا نشكلها على شكل كويرات صغار، من الاحسن يكونوا صغار حيت كتسيح في الفران. على هذا الشكل هذا، وصافي غادي نفندها في السكر كلاصي. كيف ما كتشوفوا هيدا، وصافي غادي نكمل كاع الخليط اللي عندي بهذا الشكل هذا.
هنا الحلوى ديالي واجده، غادي ندخلها للفران على نار مهيله من التحت. وصافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، الصراحه كتجي لذيذه بزاف. ومن هنا كنقول لكم بسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وفي وصفه جديده. بسلامه عليكم.